السلام عليكم. عمر الشريف اتخرج النهارده زي ما انتم شايفين. في حاجه حلوه كنت بقولها دايما لاصحابي، الناس وهي بتذاكر ما بتبقاش طايقه نفسها، فايه الحل عشان انت تصبر نفسك؟ الصحابه رضي الله عنهم كانوا تجار نوايا. يعني ايه؟ يعني مثلا وانت بتذاكر انت بيبقى في نيتك انك عايز تنجح، بس انت لو كان في نيتك انك تفيد الاسلام بعلمك، لو في نيتك انك تخلي مريض يرتاح، لو في نيتك انك ترضي اهلك، لو في نيتك انك تبقى مسلم قوي وعندك وليك شأن وتفيد الامه المسلمه، فانت كده بتاخد اجر النوايا دي كلها. فانت اول ما تعمل اي حاجه اعملها ب1000 نيه وانت هتاخد اجر ال1000 نيه، ما تبقاش بتعملها لنيه واحده انك تنجح وما تاخدش عليها اجر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله شيء جميل جدا. ربنا يخليك يا دكتور ابراهيم. طلعت بتعرف تتكلم بجد. ما صورتش معاهم. صورت معاك؟ لا تعالى. طب ايه الاسئله عشان اجهز نفسي؟ حاجات عاديه. عايز تكسب يا ابو بحب اسنان ولا لا؟ البوز ده احلى. البوز ده احلى. عايز يكسب في كل حاجه يا جماعه. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه يا ابراهيم؟ الاخبار؟ الحمد لله. عمر طبعا من اوائل الدفعه يا جماعه. يعني يا عمر حابين نعرف تاسع. مش عارفين ممكن يطلع اكتر من كده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. مش عارف اغلبهم بنات صح؟ اغلبهم بنات يعني بنتكلم في 9 بنات 4 اولاد تقريبا يعني. منهم ولد هناك اهو مازن خالد بس ما يبانش عليه. ازاي الواحد يطلع من اوائل الدفعه؟ كونسيستنسي. كريستيانو يعني فاهم، هو لو ترم عدى تكمل في اللي بعده. يعني انا في ترم مثلا جاي فيه جد. الترم ده المفروض كان يطيرني كتير، بس فاهم انا لو كنتش كملت بعده كان زماني بره خالص. دي حاجه تانية، انك حاطط هدف من الاول. لو انت حاطط هدف من الاول انك عايز تبقى اوائل خلاص هتبقى اوائل، صدقني. لو انت حاططها في دماغك وانت عايزها هتعملها. صحابك ممكن ياثروا عليك كتير. انا صحبتي فرقت جدا. يعني صحبتي مثلا مازن، عمر الشريف، سعيد، الناس دي فرقت جدا معايا. محمد غراب، الناس دي فرقت جدا جدا معايا. محمد غراب لو رجع بيك الزمن تخش اسنان؟ اخش اسنان. ليه بقى؟ لا ارتحت، يعني حاسس ان مع الوقت ان انا كل شويه بحس ان انا متمكن اكتر. يمكن عشان الواحد لما بيتعمق شويه او بيذاكر او بيأدي اللي عليه بيحس ان هو فرق عن اللي حواليه او بقى احسن منهم الى حد ما، بيبدا يحب المجال اللي هو فيه. صح. انت لما تحس انك بدات تتمكن، بدات انك يعني شايف ان عندك مجالات اكتر عايز توسع فيها وكده وتحب المجال، هتوصل ابعد من كده. انا كنت اول سنتين في الكليه ما كنتش بذاكر، كنت بذاكر اللي ينجحني حرفيا. كنت ماشي كده، ما كنتش حابب الكليه وكنت شايف في المستقبل مظلم وبتاع، كنت حاسس ان انا بلح يعني. مع سنه ثالثه لما ابتديت اذاكر ابتديت احس ان انا فاهم الى حد ما وفارق عن اللي حواليا في حالاتي في شغل البراكتيكال كده. ابتديت احب المجال، ابتديت احب ان انا اتعمق فيه اكتر واكمل يعني. شكرا. موضوع معلش قفلت الزر بالغلط بس فتح عشان تخنان شويه اللي البطاريه تفصل. ماشي. انا عندي راي في الموضوع ده. انا وانا داخل الكليه ما كنتش حاببها اطلاقا، كان نفسي اخش بيزنس، ما كنتش حابب اخش حاجه متعلقه بايدي او كده، كنت حابب اخش حاجه متعلقه بدماغي. وبعدين من اول سنه ثالثه، من اول ما بدانا نخش عيادات وانا حبيت الموضوع. وفعلا ابراهيم اللي هو قاله صح، انك اول ما تحس انك فارق عن اللي حواليك بتحس بنفسك وبتتبسط بنفسك، بس دايما خليك متواضع وانت ما تعرفش حاجه من العلم. صح. يعني ان انت تعرف ده ولا حاجه، ما تفتكرش انك عشان عارف كلمتين مش هتغلط، لا هتغلط او هتغلط كتير كمان، بس تتعلم ما تكبرش. شكرا. العفو يا قائد. الحمد لله. اليوم كان كويس. كنت قلقان من حاجات كتير ممكن تحصل، حوار الاختلاط، حوار ان انا احس ان انا يعني غريب في اليوم، لان كتير جدا بتحس ان انت غريب، تحس ان انت لا في وسط الناس دي كلها مش هتعرف تبقى على طبيعتك، مش هتعرف تعبر عنك، مش هتعرف تكون شخصيتك. بس لا، ما حسيتش بده خالص. كنت فرحان جدا، حاسس ان كل الناس اخواتي يعني، ولاد وبنات، وفرحان لهم قبل ما اكون فرحان لنفسي. الحمد لله. والله دي حقيقة فعلا. فرحان بينا جدا اكثر ما فرحان بنفسي. الناس دي كلها انت شفت اوقات كتير بتعدي عليهم صعوبات، كنت شفت ناس فعلا بتعيط. يعني كان سهل جدا في الكلية عندنا ان انت تشوف واحد مثلا واخد ركن وزعلان او متضايق، او انا شفت الناس بتعيط. والله مين مثلا نقول اسماء؟ شعل الحلقه. لا ما بحبش شعل الحلقه، ما بحبش والله، بس احب اقول اسماء. شفت فكون ان انت تشوف المواقف الصعبة دي كلها عدت بالناس اللي حواليك ودلوقتي شايفهم فرحانين، دي مش حاجة سهلة. دي مش حاجة سهلة ابدا. حتى انت مع نفسك بس مع اتفضل. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. حسيت النهارده؟ مبسوط بيك والله. مبسوط بينا انت بنفسك انت ان شاء الله. مبسوط يعني، مبسوط مش قوي بصراحة، ما اتبسطش بنفسي قوي. قول لي عايزك بصراحة كيف حالك؟ عايزك تقول لي ايه اسوأ موقف عدى عليك في 5 سنين؟ أسوأ موقف كان في سنة تانية، أول ما في امتحان نظري، هنشيل دي مش في عملي خالص.
رغم ان اغلب المواقف عندنا الصعبه بتبقى في العمل، بس هو كان امتحان نظري. حقي كانسان ماشي ان انا اخش الحمام، بس كان نص الوقت عدى ومنعوني. لا والله ما كانش نص، منعوني ان انا ادخل الحمام بحجه ان ما فيش فرد امن في الدور. تعبان جدا صراحه. كان في معيدين رجاله ولا كان كله حبيبي؟ كان 2 ستات. صعب. تمام. بتتكلم انت طيب معانا؟ لا مش اتفضل كان نرجع تاني. فانا بصراحه ما اعرفش اتصرفت صح ولا غلط، بس انا عليت صوتي وقلت ان ده ما يصحش ودي مش حاجه طبيعيه. تمام. حقه. جبني معاك وللاسف كان في تنشنه مش طبيعيه في اللجنه وحاجات زي كده، واتهموني ان انا رميت الورقه بتاعه الامتحان على الارض وبتاع، وكنت طالع من الامتحان زعلان جدا لاني كنت تعبت وذاكرت في الماده وبتاع. النتيجه ان انا جبت ايه في الماده دي، الماده الوحيده اللي انا جبت فيها ايه يعني انت كنت مخلص الامتحان؟ لا ما كنتش مخلص، ما طلعتش اصلا. انت ما طلعتش اصلا؟ ما طلعتش بعد ده كله؟ ما طلعتش. عملك محضر وتقديم؟ قالوا لي ان انت هتخش لجنه خاصه، خدوا الورقه بتاعتي وبتاع. مش مشكله. فانا قلت انا ممكن اشيل الماده بس. لا لجنه خاصه يعني ما فيها عادي، عشان كنت انا وواحد برضو كان عامل شغب يعني. مين؟ عبد الحميد الحجلاني؟ فاكر كنا في اللجنه بس فضلوا يزعقوا وبتاع وقالوا لي انت قليل الادب وطالب. بس جبت ايه؟ جبت ايه والله؟ ده كرم ربنا. ده ما كنتش مصدق والله. طب ايه اسوء موقف لا ايه احسن موقف بعد عليك في اسنان؟ احسن موقف مش قادر تنساه. احسن موقف، عارف في حاجات كده ممكن تكون بسيطه من صحابك، ان انت عيان واحد يخش يسندل مكانك. الحاجات دي فعلا هي اللي حسستني ان انا عملت صحاب كويسين. ازيك يا سمير؟ عايزين نصور صور. ما سجلناش. ايه؟ هنسجل قبل ما الكاميرا تفصل. عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير يا هيوم. صور يا عمر. صور مين؟ بعد اذنك. مبسوط جدا والله، بس زي ما قلت في فيديو سابق ان انا حاسس ان انا متلخبط ومشاعري متلخبطه شويه كده. ليه مشاعرك متلخبطه؟ والله مشاعري متلخبطه عشان الواحد حاسس ان هو دخل حياته الكبار، ده يعني مسؤوليه كبيره. حاسس اللي جاي اصعب من اللي فات؟ حاسس ان اللي جاي انون يعني، فاهم؟ فكره المجهول دي متعبه جدا يعني. لو رجع بك الزمن تخش اسنان تاني؟ خش اسنان تاني بصراحه. عرفت على يا سلام الدنيا والله بموت فيك. ايه اكتر موقف صعب عدى عليك؟ موقف طبعا ليالي الامتحانات والبيشنتس والدنيا دي يعني، وهنستنى بارت 2 بس اصور الصوره الجماعيه. بارت 2 يا جماعه. طيب بعدت عن الناس قدر ما عشان عايز اتكلم. مش عارف صراحه، جوايا احاسيس كتير جدا، احاسيس تضاربه مختلفه، احساس بالفرح بالانتصار الى حد ما. في نفس الوقت بفكر نفسي ان ده كله كان فضل من ربنا سبحانه وتعالى، بس يحضرني في الموقف ده معية ربنا سبحانه وتعالى. بفتكر حاجات كتير، بفتكر اخطائي اللي انا عملتها، بفتكر الناس اللي انا زعلتها، وبفتكر الناس اللي انا كان نفسي افرحهم زي ابويا وامي. حاجات كتير يعني، معاني كتير كده بتحصل للانسان منسيه كل الايام الصعبه اللي هو عمره في حياته ما كان يتخيل ان هو ينساها. بس ده كله بيفرحك وبيفرح ناس تعبوا معاك كتير جدا. دعوات امي ورغبتها ان هي تشوفني حاجه كبيره، كل دي حاجات مش سهله على نفسك. حتى بتفتكر الايام الصعبه، بتفتكر الايام اللي انت كنت واقف فيها كده ومش عارف تعمل حاجه، ولا حول لك ولا قوه باي شكل من الاشكال، وبتقول انا مش عارف الايام دي هتعدي ازاي. الايام عدت وكل الصعوبات عدت وانتهت واتبدلت بفرح، وهو ده حال الدنيا. مش دايما اي صعب بيدوم، وكون الواحد بيسلي نفسه بيصبر نفسه بان هيكون في يوم من الايام افرح فيه، دي حاجه كويسه بالنسبه لنفسك، حاجه بتشجعك، حاجه بتصبرك على الصعب اللي انت فيه. اللي انا عايز اقوله ان انت لو عندك حلم ما توقفش مهما كان الثمن ومهما كانت الاسباب ومهما غلطت ومهما حسيت ان انا لا انا مش الشخص اللي ممكن انتمي لهذا المكان باي شكل من الاشكال، او حاسس ان الناس اللي حواليا افضل مني بكتير، او في ناس كتير بتقطم فيا. لا ما توقفش، ومهما كانت المشكله اللي عندك انت كل اللي انت محتاجه ان انت تدور على حل للمشكله دي، مش لانك تهرب او تدعي بانك لا تنتمي للمكان اللي انت فيه ده. لو ربنا اراد بيك حاجه معينه فهو خلاص يسر لك الطريق. يعني نحب نقول في النهايه ان اي حد دخل كليه سواء حاببها او مش حاببها
كده كده هيتخرج وكده كده الوقت هيعدي، بس يعني الواحد يشغل نفسه في الفترة اللي هو قاعد فيها، يحاول يحصل منها أقصى استفادة. أكيد مش كل الأيام هتعدي زي ما أنت حابب، بس مفيش حد أيامه كلها تبقى كويسة، بس الأيام الصعبة نتعلم منها ونطلع بدروس تفيدنا. اتعلمنا كتير بجد غير الكلية، مواقف وحاجات كتير ما أعتقدش إن الواحد كان يفكر إنه يبقى فيها في يوم من الأيام يعني. صح؟ فاهم الكلية بجد ما علمتش على قد بس حاجات علمية بس، لا ده سكيلز وحاجات كتيرة وحاجات في الشخصية أثرت جدا. يعني الناس دي كلها دخلت الكلية بشخصية وخرجت منها بشخصية تانية خالص كلها عامة، اللي اكتسب حاجات واللي خسر حاجات ومفيش حاجة بتثبت في حالها عامة. وشكرا. شكرا.